ومن القاهرة ينضم إلينا الخبير القانوني والمحلل السياسي عاطف النجمي. سيد عاطف، كيف يمكن قراءة التعديلات الوزارية الأخيرة؟ هل هي محاولة لإعادة الثورة إلى مسارها الطبيعي والتركيز على الأهداف الاقتصادية لها؟ لا أعتقد أنه التعديل بهدف إعادة الثورة لمسارها الطبيعي، وإنما هي محاولة لتصحيح أخطاء إدارية تقع فيها الإدارة المصرية من حيث عدم القدرة على تلبية مطالب الجماهير. والوزارة الجديدة من التكنوقراط وليس من السياسيين، واعتقد انه ده الاسلوب اللي هيبقى يعني متبع فيما يتعلق باختيارات الاخوان المسلمين. هي تريد مجموعه من الموظفين، والموظف بطبيعته يعني ربي على الطاعه، السمع والطاعه كما عضو الاخوان بالضبط، وهو لا يستطيع ان يكون مبدع او مضيف. هذه واحده. الثانية، الوزارة لا تملك بغض النظر عن كونها من الإخوان أو حتى من المعارضة أو من السياسيين، لا تملك في ظل هذه الظروف السياسية سيد عاطف ما المطلوب؟ أن تصنع شيء. سيد عاطف، إن كنت تسمعني، ما المطلوب؟ هل هو كما طلبت المعارضة بإجراء تغيير شامل وإنشاء حكومة إنقاذ وطني؟ أنا أعتقد أنه حل المشكلة ليس في حكومة، وإنما حل المشكلة في يد الجماهير. إذا استطعنا أن نوفق بين إرادة الجماهير وإرادة الإدارة السياسية، أعتقد هنا فقط سيكون هناك آلية للضغط على القوى الخارجية التي ترسل لنا الطعام والغذاء والماء والدواء، وتستطيع أن توفر لنا يعني الاحتياجات، لأنه ما تنتجه مصر أقل بكثير مما تحتاجه، وبالتالي المشكلة ليس في الصناعة الداخلية وإنما فيما يصل إلينا من الخارج. نكتفي بهذا القدر. من القاهرة الخبير القانوني والمحلل السياسي عاطف النجمي، شكرا جزيلا لك.